استطاعة خيالتني حرفيا. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. بصوا، هو النهارده الفيديو مش ريفيو ولا مشتريات ولا اي حاجه، بس انا كنت حابه ادردش معاكم شويه في حاجات ليها علاقه بالشغل وكده. فقلت نرغي شويه مع بعض. هاتوا حاجه تشربوها بقى. أنا عملت ليا نسكافيه بلاك كالعاده. فيلا بينا ندخل في الموضوع. بصوا، انا بقالي فتره بشتغل في الديزاينز وكده، الديجيتال ديزاينز. فانا اصلا عندي تصميمات منزلاها على مواقع اجنبيه زي زازلو سبون فلاور وكده. ف ايه ده؟ ايه الصوت اللي طلع ده؟ ما شاء الله. يلا ما علينا. المهم، سوري، اجيب نسكافيه برضه. المهم، انا كنت بنزل التصميمات دي بقالي فتره. اللي هي المواقع دي اصلا بتبقى برنت اون ديماند، يعني اللي هو بتبقى عند الطلب ده وكده. فهو الموضوع حلو و... والتصميمات يعني شغاله كويس الحمد لله، وفي ناس كتير يعني بتعجبها وكده. بس الفكره ان انا حسيت اللي هو طب ليه مثلا ما اعملش التصميمات دي محلي. يعني مثلا اجيب قماش وافصل مثلا مفروشات ولبس بالتصميمات اللي انا بعملها، وبدل ما تتباع برضو بره بس لا، ابيعها محلي وابيعها عادي على المواقع الاجنبيه. وفي نفس الوقت هتكون اوفر كتير. يعني مثلا لما مثلا حد كان بيجي يسالني مثلا على تصميم، فانا لو هاجي مثلا احط اللينك بتاع مثلا ملايه او حاجه على سبون فلاور، سعرها بالمصري حوالي 15,000 جنيه. يعني انتوا مستوعبين الرقم اللي هو معلش انا هجيب ملايه ب 15,000 جنيه؟ هم بره بيشتروا عادي يعني، لان هي سعرها حوالي $280 يعني بالاجنبي وكده. فطبعا هم بالنسبه لهم الرقم ده عادي، في حاجه هتطبع لهم مخصوص، يعني مش حاجه موجوده في المحلات. فانا بقى فكرت اعمل كده، يعني اعمل براند ليا برضو هنا، واعمل ايه بقى، يعني اطبع التصميمات دي على القماش، واعمل منها مثلا مفروشات، واعمل منها لبس سوتس مثلا دريسز او كده، بالخامات اللي احنا بنحبها عندنا هنا، زي مثلا الكتان القطن او القطن اللي هو البوبلين، او الحاجات اللي هي دي بتبقى عليها طلب عندنا اكتر، وبتبقى مريحه جدا طبعا في اللبس في الصيف. بس فانا فكرت اعمل ده، بس محتاره. لسه قاعده بقى بدور على المطبعه، وهطبع نوع ايه من الطباعه ولسه هنزل اسال على قماش. مش عارفه بصراحه، محتاره جدا. لو تعرفوا اماكن معينه قولوا لي عليها، عشان انا لسه ببدا كل حاجه يعتبر. فبس كده. فانا ايه كمان كنت عامله التصميمات دي، هعرضها لكم يعني على الشاشه. عملت كذا تصميم. انا عامه بصمم بوهيمي ودارك اكاديميا، حاجه كده ليها علاقه بالغموض والرعب، بما اني اصلا شغلي في التحقيقات وكده، فانا بصراحه بحب الحاجات دي قوي. بس طبعا الدارك اكاديميا بيميل اكتر للتابلوهات بقى وورق الحائط وكده. بس انا عملت حاجات معينه، تصميم معين كده جه في دماغي، عملته على اساس ان هو لو اتطبع على دريس او سوت يبقى شكله شيك كده وفخم يعني. فهوريه لكم برضو، قولوا لي رايكم فيه. بس فانا مش عارفه، انا محتاره. هل لو عملت ده يعني الموضوع ممكن يشتغل هنا في مصر وكده، ولا هيبقى صعب؟ ولو مثلا يعني في حاجات معينة انتوا شايفين انها عليها طلب اكتر، يعني اكتبوا لي في الكومنتات وكده، فيدوني يعني، علشان انا بصراحة حاسة ان انا تايهة قوي اليومين اللي فاتوا دول من كتر التفكير. طبعا غير زينة بقى والبهدلة ومالك وكده واطفال بقى عايزة اقول لكم ان انا اصلا مش عارفة انا بشكلكوا همي. والله انا عايزة اقول لكم ان انا يوم الساعة 11 الصبح، اللي هو قبل الظهر كده، وصاحية على الساعة 4 يعني. ده النوم اللي انا نمته النهاردة. فتحسوني اصلا طالعه لكم بهالاتي كده، يعني هي اصلا مش جديده، يعني هي معايا على طول بس انا طالعه بيها. بس يعني ده كل اللي انا كنت عايزه اقوله لكم النهارده يعني. ف يا رب ما اكونش زهقتكم بالرغي اللي ملوش اي 30 لازمه ده. بس يعني انتوا عارفين بقى، انا حكيت لكم قبل كده مأساتي ان انا ما عنديش اصحاب وبتاع، فقلت ارجي اصدعكم معايا شويه.
فاكتبوا لي بقى في الكومنتات كده رايكم. هعرض لكم التصميمات كده على الشاشه وقولوا لي حلوه ولا وحشه، ايه اللي محتاج تعديل، ايه المطلوب برضو هنا في البلد يعني اكتر، علشان يعني ما افضلش انا كده كده مش هطبع كميات. حتى لو انا هعمل نظام اللي هو limited edition كده. collections هتنزل مثلا، الكولكشن هينزل مثلا آم، يعني 5 مثلا ملايات، 5 فساتين هكذا، فاهمين قصدي؟ فمش هعمل. وطبعا ثواني عشان بس ما تفهموش غلط، الملايات والمفروشات مش هتكون اكيد نفس تصميمات الملابس بالمعنى، يعني في حاجات هتنفع وحاجات لا يعني. بس فانتوا قولوا لي كده، مش عارفه، حاسه ان انا متلخبطه قوي الايام دي جدا يعني. صدعتكم. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، وهعمل لكم الفيديو الجاي ريفيو بقى عن الحاجات اللي انا استخدمتها من المشتريات اللي انا جبتها الاخيره بتاعت نون. وعلى فكره انا لسه مشغلتش الميزان، مش باين لي دايت. يلا باي باي.